بصوا يا جماعه، الخلاصه بقى في القصه دي، عشان الواحد اتخنق واحنا داخلين على عيد والواحد مش عارف يعيد اساسا، الواحد مش جاي له نفسي يعيد اساسا يعني. ربنا يسامحكم بامانه. انا وانت مجرد مشجعين، يعني تاثيرنا محدود، او مجرد مشجع مش مسؤول، سواء يوتيوبر او منشئ محتوى او على الفيس او في اي حته، انت مجرد مشجع لكن مش مسؤول. مش انت اللي طلع، انت مش صاحب قرار، انت داعم، سواء دعمت او ما دعمتش، سواء رايك طلع صح او غلط. سيبك من كلام الزملكاويه بقى، انت كلام طول الوقت بشوف المشجع الزملكاوي حرام بيحاول طول الوقت يرد جزء من اللي انت عملته فيك، بس جزء من اللي انت عملته فيه. يعني هو طول الوقت بيحاول يرد ده، حتى ما عندوش كرييتيف في ان هو يبتكر حاجات جديده يقولها لك، ما بيبتكرش. هو حنفي دي انت نفخته بالكلمه دي حرفيا. دلوقتي بيقول لك ناصر منسي قفل لكم النادي، ده هبل، ده هبل، ده هبل، مالناش دعوه بيهم، دول ناس هبله دول. ناصر منسي قفل لي النادي عشان كسبني في السوبر الافريقي، انت مغيب. انت طول عمرك هتفضل في الكونفدراليه، عمرك ما هتطلع منها الا لو الاهلي ما كملش الدوري. عندك فرصه ان انت تقدر تلعب في دوري الابطال وهتخرج منه حصاله كالعاده، لان انت اصلا دوري الابطال ده كبير عليك قوي. يعني انت تمامك ان انت تلعب في الكونفدراليه، ويعلم اصلا كنت هتقدر تكسبها ولا لا. فطول الوقت بشوف ان المشجع الزملكاوي بيحاول يرد جزء من اللي انت عملته فيه، ومش هيعرف يرد. لان يا جماعه اللي احنا الناس دي فعلا لما بتيجي تحت ايدينا احنا بندوس، اقسم بالله بندوس. يعني ما بنعملش حسابنا ان الدنيا دواره، لا بندوس، وما بنعملش حسابنا ان الدنيا ممكن تدور واحنا نبقى في نفس الموقف. ما بنعملش حسابنا لا في الحته دي. فاللي هم بيعملوه دلوقتي طبعا من حقهم. ده انت جيت تحت ضرسه يا معلم، انت جيت تحت ضرسه. مبدئيا اللي انا عايزه اقوله الخلاصه بقى، انت دلوقتي مش مسؤول. يعني اللي هيتقال انت رجعت في كلامك مش ليك، هيتقال لك رئيس ناديك رجع في كلامه. هل الكابتن محمود الخطيب عنده استعداد يتقبل الكلمه دي؟ ان هو الكابتن الخطيب بقى بقيمته بتاريخه، اصل سيبك ده مش سياده المستشار ولا كابتن حسين لبيب، ده كابتن محمود الخطيب، اسطوره مصريه، اسطوره مصريه بتاريخه من ساعه ما كان لاعب لحد دلوقتي، احسن رئيس نادي جه في تاريخ النادي، ولسه عند كلامي وعمري ما هغيره. بس هل هتبقى سهل عليك ان انت يتقال ده انت رجعت في كلامك، او حنفي، او انت ما كنتش قد كلامك؟ اصل هو غالبا كده كده كلام كابتن عادل القيعي وكلام كابتن احمد شوبير امبارح والدنيا كلها ان خلاص الاهلي هيكمل الدوري. طب احنا كنا ما لعبناش ماتش الزمالك ليه؟ ما لعبناش ماتش الزمالك ليه؟ ما لعبناش ماتش الزمالك ليه؟ انا عايزه افهم. عشان التحكيم؟ طب ماشي، انت ما كانش في ايدك حاجه دليل ان انت تقدر تدين الناس دي، كنت رحت لعبت، ما الاتوبيس فعلا اتحرك، كنا رحنا النادي، كنا رحنا الاستاد ولعبنا وخلاص. هل كابتن محمود الخطيب هيرجع في كلامه؟ الحاجات كلها بتقول كده. مش هيبقى بس، اصل الحوار مش هيبقى حوار خساره 6 نقط او الكلام ده كله، ده في خسائر بالمليارات. اسم النادي الاهلي اللي هو اغلب الاعلانات والرعاه على الدوري دول، شركه الكره حذرت من الكلام ده، قال لك مفيش ما الاهلي لازم يكمل الدوري. فهو غالبا الاتجاه ان الاهلي هيكمل الدوري يا جماعه. وانا حاسه بالقهره اللي انت فيها يا عزيزي المشجع دلوقتي، بس عموما في الاول وفي الاخر قلت لك انت مش مسؤول، انت مجرد داعم. انا هفضل مكمل في دعمي، انا دعمت وقلت ده قرار صح، ده قرار صح. طلع غلط، تمام، يلا شيل انت الليله بقى. انا شايفه ان كابتن محمود الخطيب بتاريخه ده كله ما ينفعش يتقال عليه كده. فالحل الوحيد قدامك يا كابتن بيبو انت ومجلس ادارتك كله، هيكون اكرم لك بكتير من الكلام اللي انت هتسمعه او هيوصل لك، ان مجلس الاداره ده كله قبل ما يرجع يلعب في الدوري يكون مقدم استقالته. وان شاء الله هيجي يمسك النادي الاهلي رئيس نادي جديد يكون دارس قراراته كويس قوي قبل ما يعملها، ويكون عنده ادله تثبت ان موقفه صحيح. واي رئيس نادي هيجي يمسك النادي الاهلي بعد حضرتك هينجح باذن الله وهيكون رئيس ناجح. فاللي انا شايفاه ان حضرتك بعد الموقف اللي انت عملته والقرار اللي انت اخدته، لانه واضح انه قرار غير مدروس، لان الاهلي كده كده هيرجع يلعب ماتش بيراميدز تاني عادي، وهيبقى بتحكيم مصري غالبا برضو على فكره. انا شايفه ان حضرتك دلوقتي استقالتكو قبل قرار ان انت ترجع تلعب في الدوري تاني. مش عشاننا، لا، احنا هنرجع احنا كده كده هنشجع النادي، احنا كده كده هنشجع النادي عشان خاطر شكلكو يفضل قدام الناس كلها ان انت الاسطوره الكابتن محمود الخطيب بتاريخه وقيمته ما يتهزش كده. فالاكرم والاشرف ان مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل يقدم استقالته قبل مباراه
بيراميدز.